طبعا احنا عارفين احنا اخر الشهر وعايزين نعمل حاجة تكون مفيدة للولاد وفي نفس الوقت ان هي تكون سريعة. علشان خاطر اللي بيرجع من المدرسة عايز ياكل، اللي راجع من شغله، فاحنا هنعمل حاجة علشان خاطر اخر الشهر، حاجة حلوة جدا وكل الناس اللي قاعدة بره ممكن يعملوها. طريقة سهلة وطريقة جميلة. احنا هنعمل النهاردة طبعا البصارة. البصارة دي سهلة جدا ومفيدة. البصارة عبارة عن فول مدشوش. طبعا لو حد قاعد بره هو فول من غير قشر. معرفش هي بقى بتسمى ايه في الدول اللي بره. هو اسمه فول مدشوش. تمام. هنحط على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. لو افراد صغيرة هتعملي نص كيلو، لو عدد افراد كبيرة هتعملي كيلو او كيلو الا ربع. انا النهاردة عملت كيلو الا ربع، انا قعدته من امبارح بالليل. هتغسليه كويس جدا وبعد كده هتحطيه في مية وهتسيبيه لتاني يوم. هتجيبي حلة سخنة وهتحطي فيها الفول المدشوش بتاعك. هتجيبي شبت وبقدونس وكزبرة وكرفس. شبت وبقدونس والكزبرة وكرفس موجودين في كل مكان. هتجيبي من كل حاجة حزمتين او حزمة لو الحزم كبيرة، وهتغسليهم كويس بالخل وهتحطي شوية ملح عشان خاطر طبعا احنا عارفين الحاجات دي اللي بتبقى من الارض لازم تتغسل كويس قوي علشان خاطر الطينة اللي فيها. وبعد كده هتقطعيها على الفول بتاعنا، وهتنزلي عليه طبعا بثلاث اربع بصلات كبار، ابيض او احمر. لو عندك بصل اخضر يا ريت تحطي البصل الاخضر كمان بالعروش بتاعته. فيها كمية فيتامينات وحاجات حلوة جدا، يعني كل حاجة انت بتحطيها في البصارة فيها فيتامين عالي بتعوضي اللحمة والفراخ. تمام. وهي بتغلي بعد ما تحطي طبعا ميه سخنه والفول والخضره بتاعتك والبصل الاخضر وبصل كبير احمر او ابيض 3 4 بصلات. لو انت مش هتحطي بصل اخضر هتحطي 5 بصلات كبار هتقطعيهم عادي جدا 4 تربع وهتحطيهم في المية بتاعتك. وهي المية بتغلي هتحطي طبعا هتلاقي الريم بتاع الفول هتشيليه وهترميه ريم ابيض كده. وبعد كده هتحطي ورق لورا مطحون او ورق لورا عادي وهيتطحن. طبعا هيتضرب في الخلاط مع الفول. وهتحطي ربع معلقة من الكركم ونص معلقة من الجنزبيل. الكركم هيصفر؟ لا يا جماعة، الكركم مش هيصفر. انت بتدي فيتامينات للعظم والكالسيوم في قلب البصارة اللي انت بتعمليها. هتسيبيه طبعا يقعد شوية كده لحد ما تلاقي الخضار اتهرى معاكي والفول نفسه اتهرى. هتمسكيها اول ما تتهري معاكي وتبقى طرية جدا هتقفلي عليها لحد ما تبرد. هتكوني انتي محضرة طبعا البصل بتاعنا. البصل بتاعنا هتقطعيه سلايز رفيع جدا وهتحطيه في الزيت. قبل ما تحطيه هتدعكيه بالملح وانتي بتحطيه هتلاقي رشة ملح بسيطة لحد ما يحمر معاك ويبقى مقرمش. هوريكم طبعا البصل انا عملته ازاي. نفس الطاسة اللي انا عملت دلوقتي فيها البصل فيها الزيت بتاعنا. طبعا زيت البصل انتي مش بترميه، انتي في نفس الطاسة ديت هتحطي معلقة توم كبيرة وهتفضلي تقلبي لحد ما الثوم بتاعك يحمر. هتعملي طشه للبصاره حلوه جدا جدا. مفيش حد طبعا، قليل قوي لما حد يعرف المعلومه دي. يقولك الطشه دي بتتعمل العدس الاصفر، لا احنا بعمله كمان للبصاره. البصل دلوقتي التوميه معايا اتحمرت، هتحط عليها معلقه صغيره من الكزبره الناشفه. انا طبعا البصارة طبعا ضربتها في الخلاط. تمام. وحطيت الطشة بتاعتي بتاعت الثوم وعليها معلقة صغيرة من الخل والبصارة نزلت عليها. ريحتها طبعا مش عايزه اقول لكم، الريحه حلوه جدا. اهم حاجه ان انت ما تزوديش ميه، لازم تكوني عارفه المعيار بتاع البصاره. هتعرفي معيار البصاره ازاي؟ انت طبعا لو حاطه نص كيلو فول مدشوش هتغطي الفول بالميه السخنه. تمام. لو حاطه كيلو الا ربع هتحطي برضو هتزودي الميه فوقيها بشويه. هتغطي الفول بس هتعدي الميه شويه يبقى يعتبر نص الحله علشان خاطر هيبقى معاكي تقيل. طبعا هو لسه كده ما تقلش، انا ضربته هو بص هو برضو تقيل بس بتسيبيه على النار. هتنزلي بقى بالتوابل بتاعتك
طبعا هنحط احنا حاطين جنزبيل وحاطين كركم، طبعا اهو لونه اخضر، طبعا ما فيش لون الصفار. هنحط دلوقتي المكعب المرقه، سواء الفوريه، محطش مرقه دجاج، انا بحط مرقه خضروات او مرقه لحمه، بس طبعا عشان خاطر البصاره فهنحط لها مرقه خضروات. هنحط قلبين من المرقه الخضروات، وبعد كده هنحط السبع بهارات بتوعنا، هنحط ربع معلقة، وهنقعد نقلب، هتحطي الملح بتاعك والثوم البودر والبصل البودر بتاعك. طبعا انا حطيت دلوقتي دقه حمراء، اللي هي هرسه الشطه الحمراء اللي احنا بنفرمها في البيت او بنشتريها. حطيت معلقتين كبار، دي بقى ابتدت ان هي تتقل، والريم اللي فوق ده لازم ان هو يتشال وتقعدي تقلبي فيها لحد ما يديكي التقل اللي انت عايزاه، علشان خاطر يتماسك مع بعض. واول ما هيتقل معاكي هتبتدي ان انت تصبيه في اطباق وهتسيبيه يبرد وتحطي التقليه بتاعتك. طبعا الاكله بتاعتنا الحلوه اهي خلصت تمام. البصاره والبصل بيقرمش، اعملوها وحطوا ملح وتبلوا البصل بالملح قبل ما تحطوه في الزيت، وبعد كده هو محطوط في الزيت حطوا رشه بسيطه جدا، وبعد كده هتحطوها على مناديل. ما تنسوش طبعا الجرجير والبصل معاه. اكله حلوه ومفيده وفيها يعني مش عايزه اقول لكم فيها برضو بروتين وفيها بصل وفيها كل حاجه محطوطه حلوه جدا. اهم حاجه البصل والجرجير، طبعا احنا عارفين فوائد البصل الاخضر والجرجير للشعر. بألف هنا والشفا، واللي يعمل الأكلة الحلوة دي يكتب لي في التعليقات هو عملها زي ما أنا عملت ولا حاجة تانية. متنسوش الطشة بتاعة التوم.